يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة في قناة اوفر ثينكينج. في حلقة النهاردة هنتكلم بشكل رسمي عن اقوى 5 افلام في عيد الفطر 2022. هعرض لكم اعلاناتهم وقصة كل فيلم وكل حاجة محتاج تعرفها، واللي اخيرا هنشوف موسم قوي جدا مختلف عن المواسم الضعيفة في السنين اللي فاتت. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. أول فيلم في قائمتنا هيكون فيلم واحد تاني من بطولة أحمد حلمي وروبي وسيد رجب وأحمد مالك. الفيلم بيحكي لنا قصة شاب فاقد الشغف ومش قادر يكمل في حياته بعد ما اكتشف إن حياته كلها باهتة جدا في شغله التقليدي وروتينه اليومي، فبيقرر إنه يغير مصيره لما بيكتشف اختراع جديد عبارة عن لبوسة بتديله طاقة وتحيي شغفه من جديد. ومن هنا بتبدأ قصتنا الدرامية والكوميدية المميزة جدا كعادة أفلام أحمد حلمي. الفيلم من إخراج محمد شاكر خضير ومن تأليف هيثم دبور. اسمي اكس، وان شاء الله انا كمان هكون مثل اعلى في يوم من الايام. بقى معقولة حد يسيب القعدة المريحة دي عشان ينجح النجاح الفاشل ده؟ مصطفى! وانت يا مصطفى بقى عملت ايه كل السنين اللي فاتت دي؟ يا اكس انت كنت اصيع واحد في صحاب اختي، انت كنت مثلي الاعلى. ما تضيعش نفسك في قعدة الكنبة، الحق نفسك. هحكي لك. هل تشعر بالوخم والتفخيم؟ انت مالك معيبر ليه كده؟ اهدى، انت واخد ايه؟ تسأل نفسك يوميا أين ذهب الشغف؟ انا عامل عملية بترجع لك الشغف، الحماس، الطاقة بتاع زمان. استعد لاستعادة الشغف والطاقة شغف امي انت عبيط. بدون جراحة، بدون ألم، مع اللبوسة ذات الوميض. بوسه تجرب؟ واللبوسة دي بكام؟ ممكن تقولي الغرض من القرض؟ مش هينفع اقول لك. البوسه. اتفضل على الجهاز يا فندم. انا مبسوطة قوي. واخر حاجة توقعها انك ممكن تعمل حركة مجنون زي دي. وعمالة تكبر في خيالي، انت تحفة. محدش مصدق اللي انت عملته. شفت؟ ولا تقول المخلوق مهما كان مين اللي احنا واخدين نبوسه. اللي انا كنت خايفة منه حصل. بس في حاجة ما مشيتش بشكل صحيح. هو ايه اللي ما مشيش بشكل صحيح؟ لبوسه وبتتحط يا جماعه بقى. ربنا يستر وما يبقاش حصل لك زي الحالة بتاعت امريكا. هو ايه اللي حصل حتى امريكا دي؟ انا عايز اعرف. واحنا فين هنا؟ طب يا خسارة الصورة اللي انا رسمتها لك في خيالي. انتوا صورتوني؟ مين القطة؟ لا ده قط ده. أنا مش القط، أنا الظابط. انا مش عارف اروح. أنا عايزه حي أو عايش. إيه الدخلة دي؟ يا بنتي انا اكس. أنا خايف. يلا عشان نروح لدكتور علوان. انا بضرب نفسي 100 صرمة اللي قلت لك على الموت. ما ينفعش نخرج اللبوسه اللي جوه، ويا دار ما دخلك اي حاجه. فكده نبقى احنا الاتنين أول واحد يحصل له اللي حصل ده. هحكي لك. تاني فيلم معانا هيكون فيلم زومبي من بطولة علي ربيع وحمدي المرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي. بتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي عن مطرب فرقة شعبية ومهرجانات، ومع الأحداث بيكتشفوا وجود زومبي واللي بيعرضهم لمواقف وأحداث كوميدية على مدار الفيلم، واللي يعتبر العودة القوية لعلي ربيع وشباب مسرح مصر في فيلم عائلي خفيف للسينما. الفيلم من إخراج عمرو صلاح ومن تأليف أمين جمال. تالت فيلم في قائمتنا هيكون فيلم أشباح أوروبا من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة. بتدور قصة الفيلم عن 3 إخوات حالتهم الاقتصادية ضعيفة جدا، فمع الأحداث بيكتشفوا إنه ليهم إخوات توأم في أوروبا، ومن هنا بتبدأ الصراعات بينهم وبين بعض، وبتتشابك الأحداث في إطار ملحمي من الأكشن والإنتاج الضخم جدا بعد تأجيل استمر لسنين كتير فاتت. الفيلم من إخراج محمد عبد الرحمن ومن تأليف كريم فاروق. وانتوا عايزين مننا ايه؟ عارف ان انا لو شفتكم هتفكوا تحت رجليا. انت هتقولي لي دلوقتي انتوا مين؟ المبلغ اللي هي سايبها لكم 10 مليون دولار. افتكر ان سليم مش هينام غير ما يشوفنا بنموت قدامه واحد واحد. أهلا وسهلا.
خليهم ينزلوا السلاح. عملت لك انت عايزه. انا اشاره من صبعي اصفيكم انتوا الثلاثه. احنا الثلاثه كنا ظهر بعض. الغلطه عنده بموت. ده بركات. انا عايز 3 حيوانات. نتفق الاول. مش واثق فيهم، ده اللي عاش معانا طول عمره عمل فينا كده، امال دول هيعملوا فينا ايه؟ اليخاندرو ما بيعملش حاجه ببلاش. تدي فكرتك يور فريكن جينيوس. احنا هنمشي من هنا ومش هنأذي حد. انا كمان الغلطه عندي بموت. طب ما انا كمان الغلطه عندي بموت هارون. هنقابل خالد ابو الدهب، اهم تاجر اثار في مصر. ما كانش ينفع نعمل معاهم حاجه غير كده. المصلحه دي لو ما شبطناش فيها السن هتروح مننا ومش هترجع تاني. انتوا على ارضي وفي ملعبي. دان هناخد الشيل من المره دي ونخلع على مصر. هياخدوا غرضهم مننا ويبقلشونا. ايه اللي بيحصل؟ فهمني يا مرضى. انطر يد من هنا على رجليك بدل ما نخلي اخواتي يجوا ينطروك وانت متدشم. هي كلها بقت نخانيخ ولا ايه؟ رجاله كتير وما عنديش اكتر من الطلب. رابع فيلم معانا هيكون فيلم فارس من بطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت. بتدور قصة الفيلم عن فارس الشاب الرياضي البسيط اللي بيعيش في منطقة شعبية، ومع الأحداث بتضطر الظروف إنه يواجه رجل أعمال اسمه رشيد السويفي، واللي هتاخدنا لملحمة على إيد فارس اللي هيحاول بكل الطرق إنه يخرج من أزمته. الفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز ومن تأليف حسام موسى. خامس فيلم في قائمتنا هيكون فيلم العنكبوت من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين وريم مصطفى وكوكبة كبيرة من النجوم المشاركين زي محمد لطفي ويسرى اللوزي وغيرهم من النجوم الكبار جدا. الفيلم بيقدم لنا قصة أكشن من العيار التقيل، بتحكي لنا قصة تاجر مخدرات بيقدر إنه يخترع مواد مخدرة جديدة، واللي مع الأحداث بيدخل في مشاكل مع الشرطة والعصابات التانية في صراع من الأكشن والمغامرة. الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال ومن تأليف محمد ناير. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بالفيلم اللي قررت تتفرج عليه في العيد، وتوقعاتك ايه أكتر فيلم هيحقق إيرادات خلال موسم العيد السنة دي. وقبل نهاية الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.